بقيت كل ليلة بعمل حاجة صعبة قوي في نفسي وما ترضيش ربنا. الموضوع اتطور معايا جدا وبقى بالنسبة لي ادمان. مش عارفة اذا كان هينفع اتجوز زي اي بنت ولا لأ. كل يوم بسأل نفسي انا هل هقدر اتجوز زي اي بنت ولا لأ. من فضلكم اسمعوا مشكلتي للنهاية وشوفوا انا بعمل ايه في نفسي كل ليلة لوحدي، وقولوا لي اتصرف ازاي. انا مش عارفه كمان اذا كان هينفع اتجوز زي اي بنوته ولا لا. انا بنت عندي 16 سنه في جامعه. اتعرفت على واحده صاحبتي في الجامعه، كانت بتجلب لي كل يوم افلام اباحيه على التليفون بتاعها نتفرج عليها. انا ما عنديش اي خبره في الحياه خالص. قلت لها عيب اللي انت بتعمليه ده، ما ينفعش نشوف صور او مقاطع زي دي. قالت لي يعني احنا بنفك عن نفسنا وادينا بنتعلم وناخد خبرة وبنتسلى، يعني احنا بنتفرج بس احنا مش بنعمل حاجة. الاول كنت رافضة ان انا اتفرج خالص، بعد كده يوم بعد يوم بقيت مرة اتفرج مرة ما اتفرجش لحد ما اتفرجت. لحد ما وصل معايا الموضوع ان انا طلبت منها ان هي تاخد تليفوني وتحمل لي مقاطع على تليفوني، نفس المقاطع اللي بشوفها على تليفونها، علشان لما اروح بعد الجامعة اقعد لوحدي في غرفة نومي واتفرج على الفيديوهات دي. بالفعل الموضوع اصبح بالنسبه لي ادمان مشاهده الافلام الاباحيه دي، وبقيت اشاهدها كل يوم. لحد ما جه في يوم من الايام هي جاتني البيت وطلبت مني ايه رايك ان احنا نعمل زي ما بنشوف في مقاطع الافلام دي بنتين مع بعض، احنا كمان نعمل نفس التصرفات اللي بتعملها البنات في مقاطع الفيديو، احنا كمان نعملها.